ازيكم يا حلوين؟ وصفة النهاردة كوسة بالبشاميل واللحمة المفرومة. مفيش حد مش بيحبها، ولو ولادكم مش بيحبوا الكوسة هيحبوها لو عملتوها بالطريقة دي. وصفة مغذية جدا وغنية، سهلة، مش هتاخد وقت مننا خالص، وحلوة قوي، منجزة كمان في العزومات، وشكلها حلو على السفرة. يلا نشوف هنعملها ازاي. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي هند ودي قناتي، ويلا بينا نبدأ الوصفة. اول حاجة هنعصج اللحمة المفرومة. هنجيب طاسة وهنسيبها تسخن، هنحط فيها معلقتين زبدة او زيت. بعدين هننزل ببصلة كبيرة مفرومة ناعم، هنشوحها كويس جدا. بعد كده هنزل على البصل بالبهارات، معلقة صغيرة فلفل اسود وملح وجنزبيل بودر وبابريكا، بهارات لحمة ولورا وحبهان وكزبرة ناشفة ورشة قرفة صغيرة ومكعب مرق. هقلب كل ده كويس قوي مع البصل. انا بحب احط البهارات مع البصل عشان تطلع ريحتها كده وتبقى حلوة. بعد البصل ما وصل للون الذهبي، هنزل بنص كيلو لحمة مفرومة، هشوحها كويس مع البصل وهسيبها 10 دقايق كده على النار، كده تبقى جاهزة معايا. هبدأ احضر الكوسة في نفس طاسة اللحمة. هنزل اللحمة في طبق على جنب وهسيبها، وهنزل بمعلقة زبدة. معايا هنا كيلو كوسة مقطعاه شرايح بالطول كده، هشوحها كويس قوي مع الزبدة، وبحط رشة ملح وفلفل اسود. هقلبهم كويس وههدي النار عليها وهغطيها وهسيبها تنزل ميتها وتشربها وتستوي فيها. ما بضيفش عليها اي مية نهائي، وبتطلع زي الفل. بعد كده هنحضر البشاميل. هستخدم 3 معالق كبار زبدة او سمنة، واول لما تسيح معايا هنزل عليهم ب3 معالق كبار دقيق. هقلبهم كويس مع بعض لحد ما اشم ريحة الدقيق كده اتحمص. هبدأ انزل بلتر لبن مع التقليب طبعا علشان ما يكلكعش معايا. بعد كده ضفت رشة ملح وفلفل اسود، ونفضل بقى نقلب لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. اول ما يوصل للقوام اللي احنا عايزينه، خفيف او تقيل، انا بحبه يكون خفيف عشان تطلع جوسي كده. وبحب اضيف التركايه دي معلقتين قشطه ومثلثين جبنه، بتدي قوام كده للبشاميل غني وكريمي جدا وبيطلع تحفه. وبضيف كمان نص كوبايه جبنه موتزاريلا. بقلب كل ده مع بعض تقلبتين كده، وخلاص كده البشاميل جاهز معايا. هرفعه من على النار. هنجيب بقى البايركس او اي صينيه عندنا، ونبدأ بقى نعمل الطبقات بتاعتنا. نحط الاول طبقة كده من البشاميل، مغرفتين مثلا، وبعدين طبقة من الكوسة ونسويها كويس بالشكل ده. وبحب اضيف شوية من البشاميل كده في النص علشان يكون واصل لكل الكوسة وتكون جوسي كده. وننزل عليها بطبقة من اللحمة المفرومة ونسويها كويس بالشكل ده. وبحب اضيف شوية من الجبنة الموتزاريلا كده على اللحمة. نرجع نضيف بقى طبقة من الكوسة ونسويها برضو بالشكل ده كويس جدا. بعد كده هنغرقها بقى بصوص البشاميل من على الوش على قد ما تقدروا. اهم حاجة تكون غرقانة بشاميل، بيخليها جوسي كده وتحفة. وهضيف برضو على الوش رشة محترمة من الجبنة الموتزاريلا والجبنة الرومي، بتديها طعم حلو قوي برضو لما تتحمر. بس كده هدخلها الفرن، كنت مسخناها من قبل كده على درجة حرارة 200 لمدة نص ساعة. وبعدين بفتح عليها الشواية اخر 5 دقايق كده الوش يتحمر وتاخد اللون القمر ده. واهم حاجة لازم تتاكل سخنة وغرقانة في الصوص ده. لازم تجربوها يا جماعة، هتدمنوها. ولو مش بتحبوها هتحبوها بالطريقة دي على ضمانتي. لذيذة جدا وبألف هنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير للفيديو، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل وصفاتي. واشوفكم بخير في فيديو جديد.